الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناه ست البيت. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الكبده. قبل ما ابدا الفيديو عايز اشكر من داخل مصر وخارج مصر كل الناس اللي بتدعم القناه، وربنا يوفق الجميع. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه. بصي يا ستي، انا جبت الكبده قطعتها عصافيري ماشي، وجبت حته دهنه كمان قطعتها كده معاهم. القلب والكلاوي لوحديهم، هعملهم برده الحله لوحديهم. هنقطع بقى الفلفل والبصل، وكمان هنقطع ونقشر الثوم ونيجي مع بعض. انا جايبه هنا شويه ليمون كده هعصرهم، وجايبه الفلفل ده اقطعه ماشي، وكمان جايبه راس ثوم هقشرها ماشي. هعمل الحاجات دي ونيجي مع بعض. طبعا انا جايبه فصاص الثوم اهو، وحاطه عليهم كزبره ماشي. هندقهم بقى ونيجي مع بعض. بعد ما غسلتها كويس جدا ماشي، حطيت فصين ثوم وعليهم كزبره ومعلقه ليمون ماشي. هنقلب الحاجات دي ونيجي مع بعض. هنجيب حله بقى كده ونحط شويه زيت ماشي، الدهنه ماشي، وهنقلبها كده ونضيف بقى ايه الكبده. هنا بقى الكبده هنقلب بقى كده ماشي لحد ما لونها يتغير ماشي. وبعد كده ايه نيجي مع الكلاوي، هنحط برده شويه زيت ماشي بالمنظر ده كده. هنحط فص ثوم وعليهم كزبره بالمنظر ده كده ماشي، ونضيف بقى ايه القلب والكلاوي ماشي. ضفناها بقى كده، وحطينا طبعا فصين ثوم وعليهم كزبره وشويه الليمون. هنقلب برده كده لغايه برده لونها ما يتغير ونيجي مع بعض. بعد ما لونها اتغير كده حطيت لها بقى ربع كوبايه ميه، عشان انا بحب عين الريم بتاعها ماشي. طبعا بعين الريم ده لازم، انا ما اعرفش اكل لحمه او حته كبده انا لازم عين ايه الريم ده ماشي. هنخلص بقى ونيجي مع بعض. لازم يعني الريم ده، طبعا انا بقول للبنات المبتدئين عشان كده انا بحط لها ربع كوبايه ميه. نخلص بقى ونيجي مع بعض. بعد ما خلصت كده بقى الريم كله كده، هضيف بقى البصل ماشي. ضفت البصل هنقلب بقى كده ونيجي مع بعض. نضيف البصل للكلاوي برده كده ماشي، والقلب، وهنقلبهم وبرده نسيبهم شويه ماشي. انا جايبه بتنجانه اهي رومي، هقطعها حتت صغيره واحمر البتنجان كده قطع صغيره، احط عليها رشه ملح كده ونحمر. دلوقتي بقى نحمر البتنجان ماشي المنظر ده كده. عبال ما يتحمر شويه كون انا قشرت بطاطس. ده فلفل احمر طبعا انا جبته وعملته في المطحنه، وحطيت رشه ملح ماشي. بعمله بقى بالطريقه دي كده في الكيس وافرده، ولما احتاج باخد ايه بص قطعه كده منها كده اهو شايفين ماشي، بتطلع بكل سهوله. واحطها ايه على الثوم عشان اعمل ايه التتبيله بتاعه الثوم. هنحط بقى الفلفل ماشي، ده فلفل رومي على فلفل حراق. حطينا كده على الكبده وعلى القلب والكلاوي ماشي بالمنظر ده كده. بقى الحاجات دي كلها كده ماشي، ولما تنشف خالص ماشي هنيجي مع بعض. حطيت توابل طبعا، حطيت شطه وكزبره وملح وفلفل اسود وكمون ماشي، بس كتروا في الكمون والكزبره ماشي. هنقلب الحاجات دي ونيجي مع بعض. البطاطس هنحط بقى الملح ماشي، ونقلبها ونحمرها ونيجي مع بعض. حطيت للكبده معلقه سمنه كبيره بقى هنقلب. انا عايزه اقول لكم انا بناتي ما بيحبوش غير لما يكون فيها صوص كتير، فلازم بكتر الصوص بتاعها ماشي. حطيت كمان شويه زيت ماشي. هنحط بقى ايه شويه ليمون، ونحط برده فصين ثوم وعليهم كزبره ونقلب. بص البتنجان بقى نحط عليه بقى التتبيله ماشي المنظر ده كده، ونقلبه كده ببعضيها كده ونيجي ايه مع بعض. البطاطس كده خلاص ايه قربت ايه تتحمر ماشي اهي. معايا كده خلصت القلب والكلاوي، بص عامله ازاي ما شاء الله، ودي الصوص بتاعها كده. خلصنا الكبده، بص عامله ازاي ما شاء الله، الصوص كتير ازاي عشان هما بيحبوا الصوص قوي. هنحط بقى في الاطباق ونيجي مع بعض. خلصنا اهو التقديم اهو. بصوا دي الكبده ماشي، ودي الكلاوي ماشي، وادي البتنجان المخلل والفلفل وبطاطس محمره. بصوا يا جماعه، انا بقول للبنات المبتدئين الليمون، القشر الليمون اللي انا عصرته للكبده ده مش برميه، بحطه في اكياس واحطه في الفريزر، وبعد كده بغليه وباخد الميه بتاعته وبحطه ايه مع الصابون المواعين، مع برضو في الحمام برضو الارضيه كده مع الكلور والحاجات دي، بيدي ايه تعطيره حلوه للحاجه، وكمان بيلمع المواعين بيخليها نضيفه.